ده مواطن مصري عادي جدا راح زار المغرب. يعني تشاركنا في هموم كتيرة جدا 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 جدا، منها الحكم الجميل والشعب اللي بيحكم نفسه الجميل، حاجات جميلة جدا بتشارك معانا فيها المغرب ان شاء الله، والشعب سيد قراره وحاجات كتيرة جدا، والحرية الديمقراطية بتشترك معانا فيها المغرب، التطبيع، حاجات كتيرة جدا بتشارك فيها معانا المغرب حقيقة. ومع ذلك رغم الأرضية المشتركة الكبيرة دي، ده سائح مصري كان معاه واحد صاحبه تقريبا، راحوا يزوروا المغرب، حصل لهم صدمة كبيرة جدا حضرتك، صدمة كبيرة. انت عارف انت الناس اللي بيبقى طالع ربنا يفك أسر الجميع ويفك أسرانا يا رب، ويفك أسرانا يا رب، ويفك أسرانا يا رب، ويفك أسرانا يا رب. على فكرة، على ذكر الأسرة، هعرض لك في ختام الحلقة النهاردة إن شاء الله حملة بادئينها قريبا على الأسفلت بإذن الله بعز عزيز أو ذل دليل. بشكر كل زملائي وحبايبي اللي شاركوا في تلك الحملة. حاجة بسيطة جدا نقدمها لعشرات الآلاف من الأسرى في سجون المجرمين في مصر. المهم، المواطن المصري لما راح المغرب حصل له صدمة كبيرة جدا، خارج من الحبسة. حبسة، انت عارف كل واحد دي كده لما يرفع الموبايل في مصر فدي تعمل كده يترعب هو، لا يجي يصور ولا حاجة. فالمواطن المصري كان ماشي فاقترب من واحد من القصور الملكية، فطبعا هو فاهم عايش في الرعب وكده، فلازم يسأل. انت متخيل؟ لازم يسأل: عمو ممكن اصور؟ ففوجئ برد الشرطة المغربية. موجودين في مدينة تطوان، واللي وراء ده هو القصر الملكي. عايز اقول لكم ان مش ممنوع التصوير، تصور هنا كل حرية، حتى لما بتسأل الظباط تقول لهم اصور يقول لك عادي. قال لي عادي والله. العادي. انا قلت له متأكد انه عادي؟ قال لي عادي. عادي يا باشا. قال لك عادي، صور عادي. بالله عليك احلف وحياة، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، وحياة عشان خاطر بالله عليك اصور بجد. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ والله شكلك بتهزر يا عمو. اصور بجد يعني؟ مش ده انتوا مش عاملين الكاميرا الخفية في تطوان؟ دي مش الكاميرا الخفية في تطوان ولا حاجة؟ اصور عمو؟ احلف. لا، لازم تحلف 3 مرات عشان تقول لي اتصدم. بيسألوا تاني وتالت ورابع على رأي لطيفة، بس اللطيفة دي تونسية. بيسألوا الواد مش مصدق، حاسس ان الشرطي بيخدعه، اول ما يبدأ يصور هيقبض عليه. والظابط المغربي مصدوم من السؤال: انت متأكد؟ يقول له متأكد. حضرتك احنا في مصر في واحد مقبوض عليه بتهمة انه صور قصر الرئاسة اللي مفيش حد مصري يعرف اصلا النجس بيبات فين. القبض على مواطن صور قصر الرئاسة. قصر الرئاسة؟ ده ايه الكلام العبيط ده؟ انا اسف يا جماعة. ده في مصر حضرتك معتبرين المترو منشأة عسكرية ممنوع التصوير فيها. قرار صادر من 2020. عقوبة التصوير داخل المحطات او القطارات بدون تصريح الحبس او الغرامة. متخيل؟ يقول لك البلد والسياحة وعاملين اكبر متحف لما تدفنوا فيه كلكم.